السلام عليكم. الاستثمار. النهارده هنتكلم عن الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى. ياه يا ازاي استثمر وانمي اموري وحياتي مع الله سبحانه وتعالى. ما اعظم هذا الاستثمار. طيب، في آية في سورة الأنعام، الآية رقم 162 بتقول إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تخيلوا كده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا خلقت لله سبحانه وتعالى. ربنا خلقني خليفة له في الارض، وبالتالي لازم اكون قدوة ومثل حقيقي للي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. طيب، ازاي استثمر بقى مع الله سبحانه وتعالى؟ الاستثمار مع الله شيء رائع جدا، لانه مكسب مضمون. يعني انا ضمنت المكسب. لما بخش شراكه في شغل مع حد، او لما بخش استثمر مع حد في الدنيا، ببقى داخل معاه الشغل دوت، ومش عارف لسه الدنيا رايحه معانا فين. ممكن نكسب وممكن نخسر. ممكن يبقى في استثمار ويبقى عندي عائد مادي، وممكن فلوسي كلها تضيع. ممكن اشتغل وادير الامر وبعد كده الاقي الدنيا ما ظبطتش. لكن في استثمار مضمون بنسبه 100%، مكسب 100%، ان انا استثمر مع الله. استثمر مع الله في حاجات كتير قوي. اتقاني في عملي استثمار مع الله، الصدق في المعاملات استثمار مع الله، وضع الصدقه او جزء من ارباحي اللي انا بكسبها ولو نسبه معينه بسيطه انها تطلع صدقات، استثمار رائع مع الله. ويمكن في حد، يعني الله يرحمه، على ما اتذكره، الحاج صلاح عطيه رحمه الله عليه، اللي كان في اتفاق الاشراف، اللي دخل شراكه مع 9 اصدقاء له، وبعد كده راح دخل الشريك العاشر معاهم ربنا سبحانه وتعالى، وان حصه ربنا تبقى 10%. فشوفوا الحاج صلاح عطيه، ربنا بارك في استثماراته قد ايه ونماها وخلاها من الاستثمارات العظيمه. بعد كده زود الشراكه والنسبه مع الله سبحانه وتعالى. المقصد في الحديث ان استثمارك مع ربنا هو استثمار مضمون 100%، وبالتالي انت هتضمن بيه ثواب. يعني تخيلوا بقى، الحسنه ب10 امثالها، تعمل حسنه تاخد 10. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انتوا فاهمين يعني؟ وبعدين بقى ايه بقى؟ تخيل انت لما تصبر وتاخد الاجر من الله سبحانه وتعالى. تخيل انت لما بتفعل وتعمل الاعمال الصالحه، شوف مردودها واستثمارها مع الله سبحانه وتعالى. إذا لو فهمت معنى الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهمتها بالمعنى السليم والواضح، هتعرف كويس قوي إنك ممكن في أي تصرف تعمله تكون بتستثمر فيه مع الله سبحانه وتعالى. إذا مطلوب مننا يا جماعة إن إحنا نخلي معاملاتنا مع الله سبحانه وتعالى، سواء كانت المعاملات الدنيوية، الدينية، المالية، الاقتصادية، تعاملاتنا مع كل اللي حوالينا، نراعي فيها ربنا سبحانه وتعالى، ونحط في حسابنا ان الله سبحانه وتعالى من الممكن ان يكون هذا استثمار معه، فنقدر نستثمر في الحالة ديت، ونقدر ننمي كل تصرفاتنا ونضعفها. وبالتالي الاستثمار مع الله هو الامر الكامل الشامل، اللي هيجي من تحته فروع كتير جدا هنتكلم فيها في المواضيع القادمة. أرجو إن أنتوا تكونوا استفدتوا بالفيديو دوت، وفهمتوا مفهوم ومعنى الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى. وهنكلمكم في فيديوهات قادمة عن استثمارات أخرى. كنت مع محمد المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.